البنت الصغيرة أخدت أخوها المصاب بالتوحد وودته المدرسة، لكن شوية طلبة فضلوا يضحكوا عليه، قعدوا يقولوا إنه ما يستاهلش يدرس في نفس المدرسة المرموقة اللي هم فيها. الكلام ده ولع حالة الولد، والبنت فهمت إن الطلبة دول هم السبب الحقيقي في اللي أخوها فيه. جريت عليهم في ساعتها ووبختهم، ورفعت إيديها وهي ناوية تعلمهم الأدب. العيال لما شافوا إن البنت مش سهلة جريوا من الخوف، ورغم إن أخوها ما كانش قادر يفتح بقه ويتكلم، لكنه حس بالأمان اللي أخته بالتبني بتديهوله، وحس إنه مش هيتساب للعيال دي تاني. البنت طلعت ساعتين موبايل ولبست واحدة في إيد أخوها وعلمته إزاي يستخدمها، وقالت له أول ما يحس بحاجة يتصل بيها على طول. بعد المدرسة البنت جريت على فصل أخوها عشان يروحوا البيت سوا. دخلت وما لقيتوش، قلبها وقع وخافت. في اللحظة اللي بعدها ساعة الموبايل رنت، ومن الناحية التانية سمع صوت أخوها وهو بيتضرب. الشلة دي لما شافت إن الولد لوحده قرروا ياخدوا الساعة من إيده، وهو تايه ومش عارف يعمل إيه. أخته وصلت في الوقت المناسب ووقفتهم، زعقت فيهم بصوت عالي، لكن هم ما خافوش وقالوا لها إن بنت واحدة مش هتعرف تعمل لهم حاجة. ساعتها خدت عصاية بيسبول كانت قريبة وفضلت تلوح بيها عليهم، وصرخت في أخوها يجري. العيال قاموا عليها ومسكوا العصاية من إيديها، وكذا واحد دخل معاهم لحد ما العصاية وقعت على الأرض وهي اتزقت ووقعت. وأخوها وهو شايف أخته بتتضرب من كذا واحد ما قدرش يستحمل أكتر من كده، وفجأة اتكلم وقال سيبوا أختي. الكل مصدقش، محدش كان متوقع إن ولد أبكم يتكلم فجأة. البنت فرحت فرحة عمرها، لكن في اللحظة اللي بعدها واحد من العيال ضرب الولد ووقعه على الأرض. البنت جريت شالت أخوها وقالت له ما يركزش مع المجانين دول. العيال زقوا البنت على الأرض بعصبية. الولد وهو متأثر ومتحمس اتكلم تاني وقلد أخته وقال عليهم مجانين. كان بيتلجلج ومش عارف ينطق صح، ففضلوا يضحكوا عليه تاني وقالوا له ما كان أحسن لك تفضل أبكم.